تاني عارف من الكاركترز اللي أثروا في حياتي، يعني مش هقول لك إبراهيم سردينة. المعلم إبراهيم سردينة كان لا مثال أنا أعيش بعيد في ده جلباب بالنسبه لي أبي، شويه. اللي علم عبد الغفور البرعي كان يقول له يا عبد الغفور، اه ويقوم جايبه وقاعد كده مقعده جنبه يعلمه. هو ده هو شخصيه المعلم، المعلم، صح دي كده. شخصية المعلم. كان بيديله ملخصات كده في الدنيا بتفرق معاه. بس هو ده. فطول الوقت انا منتظر في حياتي مين ابراهيم سردين اللي هقابله. ربنا الحمد لله رزقني مجموعة شخصيات في حياتي، ما شاء الله. يعني منهم من هو باقي على وجه البسيطة، ومنهم من راح إلى الرفيق الأعلى. الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. فالناس دي كلها طول ما انت عمال بتعلم انت بتكمل كيرف. ده رقم واحد. رقم اتنين، صناعة العقار من 30-40 سنة غير صناعة العقار النهاردة. الفرق ايه بقى في السنين اللي فاتت؟ الفرق ايه؟ الفرق ان صناعة العقار في ال40 سنة اللي فاتوا كنا بتعتمد على ثقافة التركيز على الأصول. احنا هنا بنتكلم على العقار عموما ولا في مصر؟ عموما. في المطلق. انت كنت بتيجي تاخد حتة أرض حلوة، لو هنتكلم بقى على الناس القديمة، يروح قاعد في حتة القدر من صباحية ربنا للمغرب، يشوف بتشرق فين بتغرب فين، فين البحري فين القبلي، على ناصية واحدة لناصيتين، ترافيك الشارع، ثم يقول لك ايه، انا هشتري الارض دي. اشترى الارض، يجيب ترابيزة وكرسيين، كرسي ليه وكرسي للزبون وليمون، صح كده. وايه، ويقعد مستني الزبائن هي اللي هتجيله. ليه؟ فجوة العرض والطلب. صح. طيب النهارده بقت ثقافة التركيز على العميل. يعني فين جودة الحياة اللي بتقدمها لي، فين الفاسيلتيز اللي هتديها لي. فبناء عليه لو انا ما اتعلمتش وطورت نفسي كل شويه مش هعرف اجاري ده. فعندك بقى يلا ندرس مع بعض كونسيومر بيهيفير، سلوك عميل، ادي دي واحده. تعال ندرس مع بعض بروبرتي تكنولوجي، تكنولوجيا العقار. صح. وبغض النظر ان تكنولوجيا العقار يعني معظم الكلام عليها ما زال كلام سطحي. يعني انت مثلا ما دخلتش في البيلدينج مانجمنت سيستم، ما دخلتش في الكواليتي كنترول لسه. تمام. كل اللي بنتكلم عليه شويه بورتلز والناس بتتعامل فيها، كلها حاجات يوزر فرونتنج، لكن انت ما دخلتش في الكور بتاع استخدام البروبرتي تكنولوجي بشكل فعلي. دي حاجه ثانيه. زيد عليهم بقى واحده كمان، الذكاء الاصطناعي يا معلم.